السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ من مطبخ كف القمر. النهارده يا جماعه احنا هنعمل قرصتين حلوين كده بميه وزيت ورضا على كده. تعالوا نشوف احنا هنعملهم ازاي طبعا الواحد بيبقى قاعد كده بيفكر يعمل ايه، حاجه جديده او حاجه زي كده، قمت قلت ايه ما اعمل لهم قرصتين. هنسمي بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ايه، نصلي على الرسول يا جماعه. طبعا انا عندي 2 كيلو دقيق، على حسب يفطروا بها الصبح يتعشوا بيها باي حاجه، مفيش اي مشاكل خالص. طبعا يا جماعه انا عندي معلقتين سكر، هنزل معلقتين سكر. عندي 5 معالق من اللبن البودر قدام حضراتكم، 5 معالق، 2 3 4 5 معالق بودر يا جماعه. عندي عباره عن باكت خميره هفضيه كله الشكل حضراتكم شايفينه. تمام. عندي ذره من الملح، عندي ذره من الملح، تقريبا 5 جرام من الملح هحطها. طبعا هقلب المقادير كلها مع بعض، المواد اللي جافوا مع بعض بالشكل حضراتكم شايفينه. تمام. عندي احط معلقه بيكنج باودر اللي هو كيك شيف يا جماعه، معلقه قدام حضراتكم، والباقي هنحافظ عليه نحتاجه في اي وقت هنقدر ان احنا ايه نستعمله. طبعا انا قلبت كل المكونات مع بعض بالشكل اللي انتوا حضراتكم شايفينه. هبدا اسمي بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا عندي لتر من الميه، عندي 3/4 كوب من الزيت بالشكل حضراتكم شايفينه. عندي لتر ميه يا جماعه. انا هاخد الميه، انا كده عندي 2 كيلو دقيق وعندي لتر ميه، وهنشوف الدقيق هياخد مني قد ايه. طبعا رجعت لكم تاني يا جماعه بعد ما العجينه خمرت بالشكل حضراتكم شايفينه دوت. بسم الله ما شاء الله عليها، بسم الله ما شاء الله. بلم العجينه تاني قدام حضراتكم بالشكل دوت. بسم الله ما شاء الله عليها، طريه وشغاله زي الفل بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. هاخدها واطلع بيها بره، ابدا اشتغل بيها بعيد الحر اللي انا فيه ده، وهنسمي بسم الله الرحمن الرحيم. واطلع انا جهزت لها الصاج بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. هطلع بره ايه اشكل في العجينه براحتي. خليكم معايا. طبعا يا جماعه لازم نغطي العجينه علشان ما تاخدش مننا هوا، يعني وشها ينشف مننا. طبعا يا جماعه انا قطعتها قدام حضراتكم بالشكل دوت، وغطيتها علشان الهوا ما ينشفش مني وشها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. بالشكل اللي حضراتكم شايفينه بالشكل دوت. هحطها في قلب الصاج. طبعا انا حطيت ورق زبده. طبعا العجينه ما خدتش وقت مني في التخميره بتاعتها، قعدت 20 دقيقه وكانت بالشكل اللي حضراتكم شايفينه، بس عشان الجو حر فالعجينه رفعت معايا بسرعه.
طبعا يا جماعه انا عملت اول صاج بالطريقه دي. هبدا ان انا اغطيه علشان وشه ما ينشفش. هسيبه 10 دقايق او ربع ساعه لحد لما يرتفع معايا. طبعا انا مسخنه الفرن، مشغله الفرن على حسب ان انا اللهم صل على النبي ان انا ده ساعه ما يرتفع على طول ادخله الفرن. حضراتكم شايفين ادي حته العجينه اللي انا ركنتها في ثانيه رفعت مني، اضطر ان انا اشيلها واشتغل بيها برضو نفس الطريقه اللي انا عملتها في ثانيه. العجينه بتخمر في الصيف بطريقه سريعه جدا يا جماعه. تمام. هبدا الصينيه دي انا عملتها لهم دهنتها زيت 20 في 20. هبدا ان انا اعملها اللي هي الخليه. طبعا انا قطعت كميه صغيره من العجينه برضه عشان ما تنشفش مني يا جماعه. بصوا حضراتكم الحته قد ايه، القطعه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. طبعا هبدا ارص بقى في قلب الصينيه. الحته اهي عباره عن هي يا دوبك مفروده حاجه صغيره خالص. ممكن لو عندكم شوكولاته او عندكم اي حاجه عايزين تحبوا ان انتوا تحشوها، احشوها عادي خالص. جبن، شوكولاته، اي حاجه، مكسرات ممكن ان انتوا تحشوها، مش هتاخد منكم وقت. اللي متاح عندكم هتعملوه، اللي مش متاح برضه هتاكلوها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه دوت. شويه شاي بلبن، نسكافيه، اي حاجه ممكن تشتغلوا بيها عادي خالص. زي ما انا قلت لحضراتكم انا قطعت على القد لان في ثانيه العجينه بتنشف مني. وادي الباقي انا مغلفاه برضه على حسب برضه ما يطرش مني. باخد على القد علشان العجينه لما وشها بينشف بيبقى شكلها وحش قوي. خلصت وقدام حضراتكم انا مسكت العجينه. كنت بعملها واحده واحده علشان ما تنشفش مني من شده الحر اللي انا فيه ده. وادي كده العجينه خلصت مني. هنشوف بس استنى هي ترتفع ادخلها ايه الفرن. حاجه سهله يا جماعه، مبتاخدش وقت، وهتعملوها للاولاد يفطروا بها الصبح. شويه شاي، اي حاجه، كوبايه لبن، حاجه طريه كده يتعشوا بيها يفطروا بيها. ما خدتش وقت والله. المشكله كلها 2 كيلو دقيق، 10 دقايق عجن. واللي عندها العجانه ما بتاخدش منها اي وقت خالص. الشكل اللي حضراتكم شايفينه. ادي خلصت انا كده. انا خلصتها اهي. هستنى ان هي ترفع وادخلها في الفرن. خليكم معايا. طبعا يا جماعه انا جبت بيضه وعندي معلقه لبن بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. طبعا دوبناها كويس جدا. همسك الفرشه وادهن وش اللهم صل على النبي، وش القرص شكل اللي حضراتكم شايفينه. طبعا انا دهنت وشها كلها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. هبدا ان انا ارش عليها سمسم. طبعا يا جماعه انتوا عارفين ان احنا بنروح نجيب مثلا الاولاد بيروحوا الفرن بيجيبوا القرصه عدت ال5 جنيه. تمام. فطبعا ليه طيب التكلفه؟ طب احنا نعملها في البيت او خلينا بحاجه نظيفه. احنا عارفين احنا عاملينها ازاي في البيت، والاولاد هياكلوا حاجه نظيفه وانا عارفه انا بعمل لهم ايه. اتمنى الفيديو يعجبكم. لو عجبكم الفيديو اشتركوا لي في القناه وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. واتمنى ان انتوا تشتركوا لي في القناه فضلا وليس امرا يا جماعه. وهنشوف. طبعا انا مولعه الفرن زي ما انا قلت لحضراتكم. هروح اوديها ادخلها الفرن. خليكم. طبعا يا جماعه اول صاج طلع بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. تمام. وادي الخليه كنت انا مغطياها برده علشان ما يجرالش وشها حاجه. وشايفين بسم الله ما شاء الله ارتفعت قد ايه. طبعا هندهنها برده بنفس الطريقه. السمسم هنزله على وش الخليه. الشكل اللي حضراتكم شايفينه.
واروح ادخلها الفرن. طبعا يا جماعه رجعت لكم تاني بعد الخليه ما طلعت بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. بسم الله ما شاء الله عليها عامله ازاي. عندي معلقه عسل هحطها عليها. عندكم عسل، عندكم مثلا عسل كنافه او اي حاجه بواقي ممكن تحطوها، هو العسل الجلوكوز برضو ممكن تحطوها، تعملوا اللي انتوا عايزين تعملوه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. شايفينها بسم الله ما شاء الله عامله ازاي يا جماعه. فرحوا عيالكم بحاجه بسيطه وحاجه سهله بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. طبعا شايفين كميه السمسم اللي عليها، حبيت ان انا اخلص السمسم على وشها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. اسيبها تبرد شويه وبعد كده ايه اقطع منها تاني، بس اسيبها تبرد لانها لسه طالعه من الفرن. اتمنى ان الفيديو يعجبكم يا جماعه وتكون القناه خفيفه عليكم. خليكم معايا لما تبرد نقطعها مع بعض. طبعا يا جماعه خلصت القرص بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفينها عامله ازاي يا جماعه؟ شايفين القرص عامله ازاي؟ ترجع تاني اهي، مخدتش مني وقت، في ثانيه اتعملت. واتمنى ان هي تعجبكم، ولو عجبكم الفيديو اشتركوا لي في القناه وفعلوا الجرس ليوصلكوا كل جديد. حاجه قيمه بسم الله ما شاء الله، جربوا قدام ولادك كل حاجه. اهو حتى ارضيتها بسم الله ما شاء الله عليها. بسم الله ما شاء الله. ادي الخليه، الله اكبر عليها بسم الله ما شاء الله. بصوا حضراتكم النار عامله ازاي، تمام. وادي من قدام اهي يا جماعه. ادي الخليه اهي، ونقطع كده ونشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه رايكم بقى في الحلاوه دي؟ شايفين الخليه عامله ازاي، قرصه عامله ازاي، جميله وفي منتهى الجمال يا جماعه. شايفين من جوه عامله ازاي، حاجه قيمه فعلا، تمام اهي بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. طريه عامله ازاي، ولادك ان هم ياكلوا بيه ويفطروا بيه يبقى زي الفل مفيش اي مشاكل. ودي بالنسبه للقرص بتاعتي يا جماعه اهي، اسفنجيه اهي، تمام اهي نفس العجينه بسم الله ما شاء الله عليها اهو. ترجع تاني ترد تاني مكانها. ان شاء الله اشوفكم في الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.